بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله رب العالمين احنا في فيديو النهارده هنتكلم عن ليه الجافا سكريبت صعب. اول حاجة تعالى ندردش كده مع بعض كده عن الجافا سكريبت وهي ايه استخداماتها او بتستخدم في ايه، وهنتكلم بس كده ايه عنها. مبدئيا كده لو انت شغال في المجال الويب ديفلوبمنت فانت هتعرف الجافا سكريبت. الجافا سكريبت هي اول لغة برمجة انت هتقابلها في مجال الويب او في دراستك عموما بعد ال HTML وال CSS، او يعتبر زيها زي السي بلس بلس كده في الكليات. تمام، ده مدخلك لعالم البرمجة. طيب، انت ليه طيب شايفها صعبة؟ اول حاجه، انت لغه البرمجه نفسها هي مش صعبه، بس انت عندك في عقلك الباطن تمام كلام بيقول لك ان الجافا سكريبت صعبه، فبالتالي وانا رايح اذاكرها انا حاطط في عقلي الباطن ان الجافا سكريبت صعبه. ليه؟ علشان محمد قال عليها صعبه، علشان محمد قال عليها انا قعدت بقالي سنتين وثلاثه واربعه بذاكر جافا سكريبت ولسه ما خلصتهاش، علشان محمد بيقول عليها او انا قلت عليها ان هي بقى لها فتره طويله. فانت بقالك بتاخد الشحنات دي وتحطها في عقلك الباطن. تمام، وانت خلاص حطيت كده واعتقدت اعتقاد راسخ وثابت ان الجافا سكريبت بتاعتك دي صعبه، فبالتالي اي مشكله هتقابلني وانا بذاكر، تمام، حتى لو كانت واحد زائد واحد بيساوي اتنين ومش فاهمها، ما انت خلاص انت مش هتدي لنفسك فرصه ان انت تسيرش او ان انت تصبر وان انت تفهم. لا، هي صعبه. خلاص انا قلت واحد زائد واحد بيساوي اتنين وانا مش عارف ان واحد زائد واحد بيساوي اتنين، خلاص هي صعبه، وزي ما كله قال هي صعبه فهي صعبه. تمام، فانت شايفها صعبه اصلا عشان انت حاطط في عقلك الباطن ان هي صعبه، رايح تذاكر الحاجه بتاعتك وهي صعبه. خليني اقول لك ان انت لو عملت اي حاجه وانت حاطط ان الحاجه دي مش هتخلص، عمرك ما هتخلصها لو قعدت فيها مليون سنه. لو حطيت في دماغك ان انت هتذاكر حاجه معينه في فتره زمنيه معينه، عقلك اصلا بيدي اشارات لجسمك وبيهيئك نفسيا وبيهيئك سلوكيا ان الحاجه دي هتخلص في الفتره الزمنيه دي. هو خلاص حط استيعاب عنده كده ان انت اديت له اوردر كده ان انا هعمل الشيء الفلاني في فتره زمنيه معينه، فخلاص بقى جسمك كله شغال معاك، عقلك كله شغال معاك. طبعا علشان انت حطيت في دماغك ان انت هتخلص الحاجه دي في الوقت الزمني ده. بالظبط كده اكنك شغال في شركه والبروجكت مانجر ادالك تاسك وقال لك ان الديدلاين بتاعك 24 ساعه، انت المفروض تخلص التاسك ده خلال يوم. تمام، خلاص انت دلوقتي سمعت الكلام من البروجكت مانجر بتاعك، حطيت في دماغك ان انا هقعد دلوقتي في الشركه او في الشغل في البيت في اي مكان لمده 24 ساعه لازم اسلم التاسك. اديت اوردر لعقلك هنا، بص، هتتشقلب هتنزل هتطلع هتقعد هتخلص التاسك في ال 24 ساعه. ليه؟ لان انت حطيت هنا ان في عندك اولويه لازم تخلصها في خلال ال 24 ساعه. طب انا لو رحت ذاكرت الجافا سكريبت مثلا وسامع من محمد ان هو بيقول عليها صعبه وبقاله سنتين ثلاثه بيذاكر فيها ولا ما خلصهاش ولا هي مجالاتها كتير او مكتباتها كتير والفريم وركس بتاعتها كتير، يبقى ايه؟ يبقى انا رايح اذاكرها اصلا وانا حاطط انها صعبه، فلما يقابلني اي مشكله خلاص انا بقول لدماغي ده هي صعبه، المشكله دي مش هتتحل، المشكله دي انا مش هعرف اعمل فيها اي حاجه علشان انا شايفها صعبه. يبقى اول خطأ انت بتحطه في بالك، تمام، ان انا سامع عنها ان هي صعبه، فانت مد اوردر كده لعقلك الباطن ان هي صعبه. ده كلام خاطئ، المفروض دلوقتي مالكش دعوه، لان احنا مش كلنا عقلنا زي بعض ومش كلنا سلوكنا او بنفهم زي بعض. انت ممكن تفهم المعلومه مباشره، انا ممكن اقعد فيها ساعه، انا وغيري يقعد فيها يوم، غيري ما يفهمهاش خالص، فهي مش قاعده ثابته. ممكن واحد تاني ما فهمش الجافا سكريبت خالص، ما بيفهمش برمجه، تمام، ما بيحبش الرياضه، ما بيحبش الانجليزي، ما بيحبش اي حاجه، فهو حاطط ان البرمجه عشان بنكتب كلمتين بالانجليزي او السطور والحروف اللي قدامه انجليزي، فهو خلاص كاره البرمجه عشان هو كان بيكره الانجليزي، رغم ان الانجليزي ملوش علاقه بالبرمجه. يعني لو انا ما اعرفش انجليزي ممكن اتعلم برمجه عادي. لو انا بتعلم رياضه، تمام، او لو انا يعني بفك الخط في الرياضه، تمام، ملهاش علاقه ان انا ممكن مبقاش ايه بروجرامر شاطر، ملهاش علاقه. تمام، لكن هو حاطط في دماغه ان هو اول ما شاف في هنا لوجيك وفي هنا انجليزي وانا بكرههم، يبقى انا كده خلاص انا كرهت البرمجه، لان هو اصلا بيكره حاجه معينه. فاول خطأ انت بتقع فيه ان انت بتسمع كلام محبط اصلا، واي حاجه في اي حاجه انت بتحطها في دماغك في عقلك الباطن، وده كلام غير صحيح. ده اول نقطه. النقطه التانية ان حضرتك اصلا ما بتكتبش كود باستمرار، انت مجرد بس بتسمع شويه فيديوهات كده لمحمد واحمد ومحمود وبتحطهم عندك وبتكتب معلومات وبتحفظ. لغات البرمجه ما بتتحفظش، لغات البرمجه انت بتعرف الاستراكشر بتاعها والساينتكس بيمشي ازاي، تمام، لكن هي ما بتتحفظش. اللي بيتحفظ الاوامر او طريقه الكتابه. مثلا انا هنا في الجافا سكريبت علشان احفظ متغير بكتب فار واديله الاسم واحطه في القيمه بتاعته، يبقى انا دلوقتي مضطر ان انا احفظ كلمه فار عشان فار بستخدمها لحفظ
البيانات او بعمل بيها متغير، يبقى انا هحفظ الكلمه دي بس، لكن انا مش هحفظ الطريقه 1 زائد 1 بيساوي 2. تمام. لغات البرمجه تمام مختلفه. فتاني حاجه او تالت حاجه في الصعوبه بتاعتها ان لغات البرمجه ما بتتحفظش. فحضرتك لو شفت طريقه محمد وهو بيشرح وفضلت مرتبط بيها تمام على اساس ان انت حافظها، وجيت تسمع مثلا ولنفترض لواحد زي احمد مثلا بيشرح برضه الجافا سكريبت، بس احمد بيكتب بطريقه تانية ومحمد بيكتب بطريقه، هتلاقي ان في كونفليكت حصل. هتيجي تقول لنفسك ايه ده، هو ليه دلوقتي عرف الفار هنا باسم اكس وهنا حط قيمه، واحمد قال ان الفار بواي بتساوي نفس القيمه. طب ايه الفرق ما بين الاكس والواي؟ هو مفيش فرق، انت ممكن تدي المتغير اي اسم وتحط فيه اي قيمه تمام بناء على الداتا تايب بتاعتها، مفيش فيها فرق. ليه؟ فانت دلوقتي ما عرفتش ان المتغيرات ممكن تاخد اي اسماء، انت حفظت بس مثلا ده كمثال بسيط، طبعا مفيش الكلام ده، ده كمثال بسيط. فانا بعرفك ان الجافا سكريبت نفسها طرق الكتابه بتاعتها هي لغه برمجه، طرق الكتابه بتاعتها مختلفه لانها لغه برمجه. انت بتقول ان 1 زائد 1 بيساوي 2، طب ما انا ممكن اكتب بطريقه اقول لك ان 0 زائد 2 بتساوي 2. انت عندي طلعت 2 وعند غيري طلعت 2، هو نفس الاوتبوت هو نفس النتيجه، بس الساينتكس او الاستراكشر اللي انا مشيت بيه مختلف عن هنا. فلو انت بتحفظ وحافظ طريقه محمد اللي بيمشي بيها هتفضل طول عمرك بتطبق بيها. فطبيعي انا ممكن ما اعرفش محمد ده ولا اعرف طريقته ولا اعرف الكتابه اللي هو بيكتبها ولا السنتكس او الطريقه المتبعه عنده، فاكتب بطريقه تانية. لو جيت اشتغلت في شركه وجيت تبص على الكود اللي انا كاتبه مثلا واحنا شغالين في تيم واحد وانت بتكمل ورايا، فانت مش عارف انا كاتب ازاي رغم ان انت عارف جافا سكريبت، بس انت ما تعرفش انا شغال ازاي لان انت حافظ استراكشر معين. فبالنسبه لك لو انا عرفت حاجه او كتبت بطريقه تانية فانت هتيجي تقولي هو منين بيودي على فين، هو منين بيودي على فين. انت ممكن تيجي شغال انا كاتب 1 زائد 1 بيساوي 2، حضرتك متعلم الطريقه ان 0 زائد 2 بتساوي 2، جيت انت في الكود لقيتني كاتب 1 زائد 1 بيساوي 2. انا عمري ما شفت 1 زائد 1 وما اعرفش طريقه 1 زائد 1، بس هو مطلعها 2. طب هكمل على شغله ازاي؟ طب لو انطلب مني ان انا اعدل في الشغل ده وفي الكود ده ازاي؟ مش هعرف. فبالتالي هتيجي تقول الجافا سكريبت صعبه. لا، هي مش صعبه، انت اللي بتحفظ، انت اللي حاطط في دماغك ان الجافا سكريبت صعبه فهي هتبقى صعبه. انت اللي بتحفظ الطريقه او بتحفظ المثال. لو انت بتسمع الجافا سكريبت البيزكس تمام ورحت طبقت مثال والمثال ده كان ادفانسد شويه، فانت عايز تطبقه في الويب سايت بتاعك، علشان انا كمثلا كاتش ار او كتيم ليدر مثلا في شركه، لما اشوف السي في بتاعك واشوف البورتفوليو عليك مطبق بالجافا سكريبت، فانا الفيدباك اللي هتجيلي عنك ان انت شخص شاطر بتعرف تستخدم الجافا سكريبت كويس تمام. بس انت عامل الكلام ده في البورتفوليو بتاعك وانت حافظه، انت شفت يوتيوب كده، مش يوتيوب فيديو، على شفت فيديو يعني تمام وجيت لقيته ان هو عامل فلتر بالجافا سكريبت تمام، حفظته او جبت الكود من على جيت هاب او ستاك اوفر فلو او ايا مكان وقمت حاطه في البورتفوليو بتاعك، انا عرفت ان انت بتعرف جافا سكريبت، انا ما كنتش جنبك بس السي في بيقول ان انت تعرف جافا سكريبت. لما اجي اسالك فيها انت بلح، انت ما تعرفش اي حاجه خالص. ليه؟ لان انت واخد الكود كوبي بيست، انت مش فاهم، انت حفظته، يمكن انت اللي كاتبه بايدك بس انت مش عارف منين بيودي على فين، انت مش عارف انا ليه استخدمت الميثود دي هنا، ليه استخدمت اللوب دي هنا، ليه عملت كذا. ما تعرفش كل الكلام ده، انت شفت واحد بيشتغل على اليوتيوب وعمل طريقه كذا تمام، فانت خدت الكود حفظته، قمت كل البورتفوليو بتاعك تك 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 كتبته، انت اللي كاتبه مش ناقشه ولا اي حاجه، بس انت ما فهمتهوش. ما تكتبش كود انت مش فاهمه، دي الصعوبه. رقم ثلاثة او رقم أربعة في الصعوبه بتاعتها ان انت دي اول لغه برمجه حضرتك تمام بتقابلها، دي اول لغه برمجه حضرتك بتقابلها. فانت بالتالي لغه البرمجه جافا سكريبت كبيره جدا، وفي منها مكتبات وفي منها اصدارات ومودرن جافا سكريبت وحاجات كتير نيو فيتشرز. طيب حضرتك اول لغه برمجه بتقابلها فانت داخل بصدر تمام وعاوز تعرف فيها كل حاجه، فبالتالي سوري في اللفظ بتلبس في الحيط. ليه؟ لان هي اول لغه برمجه المفروض ان انت اللي تعرفه فيها الاساسيات بس، وبعد ما ابقى شخص قوي في الاساسيات واطبق عليها وافهمها كويس ابقى ازود المهارات بتاعتي في الجافا سكريبت. انا راجل شغال رياكت تمام، ما اعرفش كل حاجه في الجافا سكريبت وفي ميثودز جديده بتظهر قدامي بروح اسيرش عليها بتاعت ايه، ولو شفت كود بتاع حد كاتب مستخدم حاجه في الجافا سكريبت انا ما اعرفهاش بسيرش عليها وبقرا عنها مقاله علشان اعرف ايه الجديد اللي هنا او هو عمل ايه بالظبط او دي بتعمل ايه هنا تمام. فما حدش بيعرف كل حاجه، لكن بعض الناس تقول لك انا خلصت 200 300 400 فيديو في سنه، بس انت ما تعرفش تكتب سطر كود واحد، انت حفظتهم او سمعتهم وما طبقتش عليهم او ما فهمتهمش، او بتفضل قاعد في لوب كده تمام ان انا بذاكر جافا سكريبت جافا سكريبت ومش عارف اطلع من الدايره اللي انا فيها واروح لحاجه تانية.
وانت فرحتي قاعد بقالك سنه واثنين وثلاثه و10 بتذاكر في جافا سكريبت، عملت بها ايه؟ تيجي تقول انا اتاخرت في الشغل، وتيجي تقول زملاتي سبقوني، وتيجي تقول في ناس انا كنت احسن منهم وهم بقوا احسن مني، عشان انت حابس نفسك في الدايره المغلقه دي. نصيحتي ليك، لما تيجي تشتغل في الجافا سكريبت اول لغه هتقابلها، تعرف حاجه واحده بس. تمام، اعرف الاساسيات بتاعتك، اعرف الدوم، اجيب العناصر بتاعتي من صفحه ال HTML عن طريق الجافا سكريبت ازاي، واتعامل مع البراوزر بتاعي ازاي عن طريق البوم، واعرف شويه عن الاريز وكل يعني الاساسيات والبوم والدوم. كده انا خلصت الجافا سكريبت. طبق عليها، اعمل عليها مشاريع، استخدمها في البورتفوليو بتاعك، اعمل عليها شغل كويس. تمام. بعد كده اتنقل للخطوه اللي بعدها، مثلا ذاكر ال AS6. بعد كده مثلا ال AS6 فيها مودرن فيتشر هتساعدك في الشغل. لو انت هتشتغل مثلا رياكت، مثلا انت ممكن تشتغل تايب سكريبت لو انت هتشتغل بانجولار. طب افرض انا دلوقتي مش عاوز اشتغل بانجولار، اشتغل برياكت، ليه اذاكر تايب سكريبت؟ فانت المفروض هتضيع وقت دلوقتي، ذاكر AS6 وبعدين روح لرياكت. تمام. فانت المفروض تعرف الاساسيات، اعرف الاساسيات، ما تفضلش حابس نفسك انا بذاكر كذا وكذا 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 في الجافا سكريبت. هتفضل سنه واثنين وثلاثه بتذاكر جافا سكريبت وانت مش عارف تتنقل للخطوه اللي بعدها، وتيجي تقول انا صاحبي او زميلي بقاله فتره طويله. تمام. اسف، انا بقالي فتره طويله وزميلي ده تمام اشتغل مباشره. ليه؟ علشان انت الفهم بتاعك خاطئ. خد بالك، انا نسيت اقول لك على حاجه. في بعض المواقع بترشح جافا سكريبت ان هي اسهل لغه برمجه انت ممكن تذاكرها، واسهل لغه برمجه في طريقه الكتابه بتاعتها. وفي مواقع تانية حطت لغه الجافا سكريبت تالت اسهل لغه بعد البايثون مثلا تقريبا والبي اتش بي، قالت لك ان دي اسهل تالت لغه برمجه ممكن تتعلمها. وفي مواقع، هم موقعين اللي انا شفتهم، واحد قال لك ان هي الاولى، واحد ان هي قال لك تالت اسهل لغه. احنا ازاي بنقول عليها ان هي اصعب حاجه وان هي ما بتتفهمش؟ عشان قلت لك الثلاث حاجات بتحط في عقلك الباطن ان هي صعبه، فبالتالي اي حاجه لو وقفت قدامك تمام هتقول ان هي صعبه ما بتتفهمش. عشان دي اول لغه حضرتك بتقابلها فبتتصدم فيها، فالمفروض ان انا اعرف البيزكس بتاعتها واعرف البوم والدوم واطبق عليها، ولما ابقى متمكن من الاساسيات تمام ابقى ازود مستواي فيها شويه واروح احل مثلا مسائل وسولف بروبلم وكل الكلام ده تمام على بعض المواقع، واكتب كود، وبعد كده اروح اشوف الفريم ورك بتاعتها، وبعد كده اشوف المكتبات واتطور فيها خطوه خطوه. لكن احنا عايزين نتعلم البيزكس النهارده. احنا سمعنا اول فيديو مثلا في القناه، ونروح على مواقع التشالنج عايزين نحل مساله بالجافا سكريبت. انت انت راجل اتعلمت مهنه، انت راجل نجار، اتعلمت مهنه النجاره. تمام. طول عمرك بادئ من الصفر، انت عرفت بتقطع الخشب ازاي، بتصنفره ازاي، بتدق المسمار ازاي، بتجمع التقفيله بتاعتك ازاي، كل الكلام ده خطوه 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 خطوه. لو جيت مره واحده قلت لك روح اعمل لي شباك، انت مش هتعرف، مع انك انت اتعلمت المهنه اهو. فانت محتاج مين الاول؟ محتاج الصنايعي الكبير اللي انت بتتعلم منه تمام يعمل الشباك ده قدامك، وتتعلم منه ركب ازاي واتعمل ازاي واتجمع ازاي، وبعد كده انت ممكن تعمل بقى بعده. لكن دلوقتي انت بتعرف مرحله الاساسيات، ليه بتخش تقابل تمام حاجه مستواها اعلى منك؟ المفروض ان انا اطبق وبعدين ازود مهاراتي وبعدين اروح للمواقع دي واشوف التشالنج بتاعتها، هي بتمشي كده. فدي بعض الاخطاء اللي احنا بنقع فيها. رقم ثلاثة اللي انا بقول لك عليها ان طرق الكتابه في الجافا سكريبت كلغات البرمجه مختلفه، انت ممكن تكتب بطريقه وانا بطريقه والاثنين يطلعوا نفس الحل ويأدوا نفس الغرض، الا اذا بقى كان في حاجه اسمها بيست براكتس. تمام. البيست براكتس دي مثلا بتيجي عن طريق الممارسه، انت بتبقى عارف ايه احسن كود انا اكتبه عشان يعمل الحاجه هنا، او علشان البرفورمانس بتاعي يبقى كويس، او علشان ما ياثرش بالسلب مثلا على اداء الموقع بتاعي او على سرعه الموقع، او الان يوزد مثلا كود تمام في الجافا سكريبت او في ايا كان. فده بيجي منين؟ من الممارسه. الحاجات دي انت بتعرفها قدام شويه، بس دلوقتي انت محتاج ان انت تبدا اساسيات، طبق. تمام. هتلاقي ان الدنيا ماشيه معاك بسهوله جدا. انا لحد اللحظه دي في حاجات بنساها وبرجع اذاكرها، وفي حاجات بتقف قدامي وبسيرش عليها. فما فيش حد كبير على العلم وما فيش حد كبير ان هو يغلط. تمام. فدي كانت مجموعه كده من النصائح دردشه كده ليه الجافا سكريبت صعبه، وده اللي انا شفته من واقع الناس اللي انا بديها كورسات تمام بيستصعبوا الحاجه علشان هم جايين يحضروا معايا. ويا باشمهندس الجافا سكريبت صعبه، هو انت سمعتها؟ انت تعرف عنها حاجه؟ لا، بس هو لسه داخل سواء في الاوفلاين او في المحاضرات الاونلاين، هو حاطط في دماغه ايه ده؟ النهارده جافا سكريبت مش مهندس، ده صعب قوي. هو انت احنا لسه شرحنا؟ ما شرحناش. تمام، لسه ما عملناش اي حاجه. وسبحان الله بعد ما بنيجي نشرح محاضره واثنين وثلاثه ونطبق والدنيا تتعمل، الجافا سكريبت سهله يا باشمهندس وبنعرف نستخدمها وبنعمل كذا وكذا وكذا.
علشان انا عودتهم ان الجافا سكريبت تمام بنمشي خطوات وبنطبق عليها واحده واحده وبنطبق امثله بمشاريع، فبالتالي هو بدا يشوف النور، بدا يحط في دماغه ان الجافا سكريبت سهله، بالتالي لما يجي اطلب منه تاسك معين بيبدا ينفذه. حتى لو ما عرفش ينفذه فهو عارف ان هو هيروح يعمل ايه، هيعمل سيرش ويفهم الكود، ولو ما فهمش الكود بيقول لي دي اشتغلت ازاي. فهو حط في دماغه ان اي حاجه هقابلها هيبقى فيها حل. تمام، لكن ما حطش في دماغه ده صعبه هتفضل طول عمرها صعبه. والله يا محمد بقى لو انا شربتها لك بالمعلقه كده زي ما هم بيقولوا، انت حطيتها صعبه هي هتفضل صعبه برضه. تمام. فده يعني ملخص سريع كده، شويه دردشه كده عن ليه الجافا سكريبت صعبه من وجهه نظر ومن وجهه نظر اللي انا بشوفه يعني. تمام. فاتمنى ان انا اكون فدتكم بحاجه، واشوفكم ان شاء الله رب العالمين في فيديوهات كتيره جايه باذن الله تعالى. تمام، وما تنسوش تشتركوا في القناه، والسلام عليكم.